السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله 3 طواجن متنوعة، والطواجن دي طبعا هيكون فيها لحمة. فأول حاجة هعملها، أول ما هبدأ الطواجن هسلق اللحمة دي علشان أشتغل بيها في بقية وصفات الطواجن. حطيت معلقة سمنة صغيرة جدا، ممكن حبة زيت، ومعايا هنا اللحمة لحمة بقري، ومعايا طماطمايه وبصلايه وفلفل اسود ورق لورا وحبهان. هحط اللحمة دي كلها في الحلة، هشوحها كده وهبتدي بقى اسويها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. ان شاء الله هعمل طاجن فريك، وهعمل طاجن بامية باللحمة، فريك باللحمة يعني، وبامية باللحمة، ورز معمر باللحمة. ان شاء الله هتعجبوكوا قوي. النتيجة بتاعتهم كانت حلوة جدا. ان شاء الله تمشوا على الوصفة وهتطلع معاكوا زي الوصفة واحلى كمان. حطينا اللحمة كلها كده وهنشوحها زي ما قلتلكوا في الحلة. اللحمة البقري دي بلدي، كانت حلوة جدا. اول مرة بصراحة اجرب اللحمة البقري، بس حلوة جدا وادتني نتيجة حلوة جدا. بعد كده بقى ما خدت كده لون، هحط بقى التوابل، ورق لورا والحبهان والفلفل اسود، وهبتدي بقى اشوح كده في اللحمة. وحطيت البصلاية والطماطماية، وطبعا مسخنة مية في الكتل علشان اكمل بيها سوى اللحمة. بس حطيت اللحمة كده يعني لمدة 10 دقايق كده تسلي الدهون اللي فيها. ونكمل بقى السوا بتاعها بعد ما زي ما قلت لكم تاخد تشويحة كده. هنحط بقى المية المغلية ونكمل سلقها. الطريقة دي حلوة قوي للسليق، يعني ساعات بحط اللحمة على المية المغلية على طول، بس الطريقة دي بتسرع في السوا بتاعها، بالذات لما تبقى لحمة بتاخد سوا. لو لحمة صغيرة مجرد ما تاخد تشويحة هتستوي على طول، لكن لو بتاخد سوا يعني لازم تعمل الخطوة دي. بعد كده بقى اول حاجة هنا معانا طاجن البامية. هنا معايا نص كيلو بامية متفرزة لان طبعا مش الموسم بتاعه. ومعايا صلصة وبهارات وفلفل اسود وقرفة ومعلقة سكر، ومعايا كزبرة وتوم وحتة ليا وبصلاية. حطيت حبة زيت وحتة ليا كده. طبعا طاجن البامية لازم ليا، ما بيبقاش حلو الا بالليا، بس لو هتعمليها بلحمة ضاني مش هتحطي ليا عشان ما تبقاش تقيلة قوي. حطيت بقى بعد ما سالت كده اللي هي بتاعتها مع الزيت، حطيت البصلايه. عايزين بقى البصلايه صفرة، عايزين تقليه حلوه كده. هو طاجن الباميه لازم كده يبقى يعني تقيل كده زي ما بيقولوا. فهنحمر البصلايه شويه. وهنا اللحمه كانت استوت زي ما انتوا شايفين. وبعد بقى ما اتحمرت كده معايا حطيت 3 فصوص توم مع الكزبره الناشفه. اعملوا الطاجن ده بنفس الطريقه، بجد احلى طاجن هتاكلوه، يعني احسن من محلات الطواجن المشهورة. يعني بجد الطواجن اللي هتشوفوها دي بجد والله كانت تحفة. بعد كده هننزل بقى باللحمة كده، هتاخد تشويحة. انا اللحمة مش سلقاها قوي لان هي هتكمل سواها مع يعني سوا الا ربع كده، مش نص، لا اكتر من ربع كمان. بعد كده حطينا التوابل، القرفة والسكر والسبع بهارات والفلفل الاسود. وهنحط كده بقية اللحمة. وحطينا البامية دي مفرزاها من السنة اللي فاتت لان البامية لسه ما نزلتش، طبعا مش الموسم بتاعها. وهنقلبها برضو، هتاخد تشويحة مع اللحمة والبصل والثوم كده. وطبعا ملحتها لان انا بعد كده هحطها في الطاجن، فلازم املح كل الاكل في الاول كده. بعد كده حطيت يعني بتاع كوباية صلصة كبيرة. الصلصة دي انا عاملاها في البيت، صلصة سك كده من غير حاجة، ممكن تبقى طماطم فريش. وحطيت معلقتين هريسة شطة، انا حطيت تاني بعد ما حطيت دي. ولو ما عندكيش هريسة شطة هتحطي قرن فلفل اخضر كده، ممكن تقطعيه او تضربيه مع الطماطم. وبعد كده هنحط كده ايه شوربة. انا يعني مش مع الشوربة قوي مع الخضار، بس مادام طاجن
مش اشكال بحط الشوربه عادي. لكن لو بعمل طبيخ في حله كده، لو الباميه دي في حله ما احطش عليها شوربه ابدا، علشان لونها بيغمق. لكن كده كده اصلا الطاجن بيغمق الاكل، فمش اشكال بقى، مش هيبان. بعد كده بقى خدت بالظبط غلوه، يعني مش سوا كامل. بعد كده هحطها في الطاجن علشان تكمل سواها في الفرن. بجد اسهل اكل الطواجن ده، وبيبقى احلى اكل كمان. وهحط كمان شوربه علشان انا مش عايزه الباميه تقيله، عايزاها كده تبقى سايله كده زي بتاعه المحلات المشهوره، يعني مش اي محل كمان. وبعد كده هنحطها بقى في الفرن ومشغلين فوق وتحت لغايه ما تاخد وش، واطلع كده حته لحمه على الوش كده علشان تاخد وش مع الباميه. حطيتها بالظبط ما خدش ربع ساعه، وكان حلو قوي لو نار عاليه. شايفين بقى هنا كان استوى، وكان ما شاء الله كان حلو جدا جدا جدا. بعد كده طاجن فريك. معايا هنا فريك بلدي، ده نص كيلو، غسلاه ونقعاه بالظبط 10 دقايق بس. ومعايا بصلايه، ومعايا بهارات وفلفل اسود، و اللي هي مرق الدجاج. ومعايا بقى حته ليا. بجد جربوا الفريك بالليا، تحفه تحفه. حطيت حبه زيت وحبه ليا، بس هنشيل الليا بعد ما تسلي، مش هعمل زي الباميه علشان لما تيجي تاكلي الفريك ما يبقاش كده تحت بقك، يعني ممكن محدش يحب كده، فهنشيله الاحسن طبعا يعني. بعد كده هنحط بصلايه، هنصفرها كده صفار بسيط، مش قوي، مش زي الباميه. بعد ما اصفرت وخدت اللون ده هنحط التوابل، مرق الدجاج والسبع بهارات والفلفل الاسود وحبه قرفه. وبعد كده هنحط الفريك غسلته كويس جدا، ومش ما نقعتوش كتير. انت كمان ممكن ما تنقعهوش، بس انا بحب انقعه 10 دقايق بس كده عقبال ما احضر حاجه الفريك. طبعا لازم يبقى نوع كويس، لو هتجيبيه سايب لازم تنقيه كويس. وفي نوع مغلف حلو جدا ممكن تجيبيه، اللي هو الضحى متهيألي. وهنقعد بقى نقلب الفريك كده مع التوابل والزيت كده، يعني مخلين النار وسط فترة. يعني انا قعدت مثلا بتاع 6 دقايق كده اقلب فيه، علشان عايزاه يبقى واخد تحميصة شوية. من نجاح الفريك ان انتي لازم كده تحمصيه شوية زي الرز كده اما بنعمله بشعرية، بس بيبقى فترته اعلى. هتاخدي احلى فريك ممكن تاكليه، هتاخدي نتيجة حلوة جدا. قعدت زي ما قلت لكم اقلب فيه كده، بس لازم تبقي واقفة طبعا عشان ما يلزقش، لان الفريك ما فيهوش نشا زي الرز. هتلاقي بقى الفريك ده معاكي بقى مفلفل، ولو اديتيله اي مية بيبقى معاكي مفلفل، او اي سائل عامة. بعد بقى ما قعدت اقلبه كده حوالي 6 دقايق، هحط اللحمة. بجد طاجن الفريك ده خلص اول حاجة، مع ان يعني ما كانش لينا قوي في الفريك، انا حبيت اعمله كده، بس خلص اول حاجة من جماله. بعد كده حطيت كوباية صلصة على الفريك. ده اقل من نص كيلو، مش نص كيلو كامل بصراحة، ده اقل من نص كيلو فريك. حطيت بقى كوباية الصلصة. لو هتعملي بطماطم هتعملي طماطميتين كده في الخلاط، بس الصلصة احلى من الطماطم. وقلبته كده وشوحته، انا لسه ما حطيتش السائل، وهحطه بقى بعد كده في الطاجن زي ما انتوا شايفين. وطبعا هكون مشغله الفرن. طلعت الباميه، طاجن الباميه خلاص. وهحط بقى الشوربه اللي هي بتاعه اللحمه. لو ما عندك الشوربه ممكن تعمليه بميه عادي بالظبط، يعني مش كتير زي ما انت شايفه كده، مش كتير خالص، علشان ما يبقاش معانا مهري، لان الفريك لو اتحط له ميه كتير هيبقى مهري جدا. وهنغطيه وهنسيبه بقى مع نفسه. وبعد ما نحس ان هو استوى هنروح شايلين الفويل علشان ياخد وش كده. بعد كده غليت لبن وغسلت الرز، وهنعمل بقى طاجن رز معمر باللحمه برضو. معايا هنا حوالي نص كيلو رز، وهحط عليه يعني معلقتين سمنه كده، وغاليه هنا لبن، لازم يبقى اللبن سخن. وهنا ده طاجن بايركس، يعتبر طاجن برضو. هحط رشه زيت كده زي ما انتوا شايفين،
ومعلقتين سمنة بلدي او سمنة عادية اللي عندك او زبدة، ورشة ملح، رشة فلفل اسود صغيرة جدا عشان ما تغمقش لونه، وملح. وهنقلبهم كده في بعض. انا هنا حطيت السمنة بدري، انا دايما بحط السمنة الاخر علشان في جواه لحمة، وعلشان كده كده ده بايركس خفت اطلعه واحط عليه حاجة ساقعة لا يطق مني. نخلي بالنا جدا في طواجن البايركس يا جماعة، علشان لو سخن وتحط عليه حاجة ساقعة، مية او شوربة او اي حاجة، ممكن يحصل مشكلة ويطرشق مني. حطيت بقى بقية اللحمة هنا على الطاجن ده، وبجد كان حلو جدا برضو باللحمة. بشيل البصل كده علشان طبعا الرز المعمر يعني مش هيبقى ظريف فيه البصل بتاع الشوربة. وبعد كده بقى ايه، هنزل باللبن المغلي كامل الدسم طبعا، حوالي نص كيلو لبن على نص كيلو رز. وحطيت يعني كوباية مية مغلية كده علشان تسويلي الرز. لازم خطوة المية المغلية دي. نص كيلو رز على نص كيلو لبن وكوباية مية مغلية. وهنقلب كده بقى، نظبط السائل مع الرز اللي هو اللبن يعني. وبعد كده بقى هنحطه في الفرن ومشغلين فوق وتحت. اول ما نلاقيه خد وش هنوطي الفرن وهنشغل من تحت بس، سواء فرن غاز او كهرباء. لو فرن غاز ما بيشتغلش فوق وتحت مع بعض، هنشغل الشواية الاول وبعد كده ياخد وش، وبعد كده هنشغل من تحت. بعد بقى ما الطواجن خلصت عندي، شايفين بقى البامية بجد كان حلو جدا. جربوها على الطريقة دي وادعولي بعديها. وطاجن الباميه كان تحفه، والفريك والرز المعمر. انا ما لحقتش اغرف قوي واوريكم علشان كان لسه طبعا احنا في رمضان ولسه الفطار ولسه يعني الاذان ما اتدنش، فما عرفتش طبعا ادوق، فحبيت اوريه لكم كده من جوه، ما عرفتش اغرف يعني. والرز المعمر كان ما شاء الله، شايفين الوش طري وحلو ازاي، تحسوا ان هو عليه قشطه، وانا ما كنتش حاطه الا بس القشطه بتاعه اللبن. وطبعا اللحمه من جوه. وطبعا اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي لانها بجد تستحق وحلو جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تعليقكم اللي بيبسطني واللايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.